السلام عليكم. اليوم راح ندير الكسكسي. هنا في برمة حطيت بصلة كبيرة مفرومة، معها دجاج، ملح، فلفل اكحل، راس الحانوت والزيت. قليتها مليح ودرت لها شويه ماء وخليت هذاك البصل يطيب في غرضه. وهنا عندي الكسكسي، بعد ما شمخته درت له الزيت، من بعد شمخته بالماء سخون وخليته حتى نشف من هذاك الماء، مطصو كامل وفورته الفورة الاولى. نحيته شو كيفاه يجي، يعني ما يجي كل حبة وحدها. هنا كي نحيته من الفورة الاولى درت له الملح، خليه يبرد مليح، من بعد نفورو الفورة الثانية. هنا البرمة بعد ما تقلالي مليح هذاك البصل وهذاك الدجاج، اضفت له الماء سخون، ومن بعد اضفت له الخضار اللي عندي، يعني درت الجزر، سن الواحد، الجريوات، بطاطا. هنا كل واحدة وش تحب تحط فيه يعني. وبلا ما ننسى الفلفل الحار اللي يعطيه بنة مميزة. ونخليه يطيب هكا، ونضيف له ملعقة ونصف من الطماطم المصبرة باه يعطيني على، ونريح شوية الحمورة. ونخلي الصلصة تاعي بالخضار هذيك تطيب مليح على نار متوسطة، ثم نرجعوا لها فيما بعد. الكسكسي تاعي بعد ما فار الفورة الاولى نحيته وحطيت فيه الملح، وندخل فيه الملح هذاك مليح ونخليه يبرد. بعد ما يبرد نفورو الفورة الثانية، ويجي كل حبة عند اختها، يعني ما يجيش معصد، يجي ما شاء الله شو كيفاه يعني شكله، الله يبارك. هنا الخضرة تاعي بعد ما طابت شوية اضفت لها الطماطم اللي هي ملعقة ونصف، وخليتها تكمل الطهو تاعها. بعد نرجع لهذاك الكسكسي اللي كنت فورته الفورة الاولى. هنا بعد ما فورته الفورة الثانية كي نحيته وهو سخون اضفت له الزبدة، نحل هذيك الزبدة مليح فيه ما يجيناش شي يتلاصق في بعضاه، ما يجيش معصب كيما نقولوا. نحل هذيك الزبدة على الكسكسي كامل. بعد كده نبدا هو سخون يعني ياسر، من الاحسن واحد يدير بملعقة. بعد كي يبدا شوية هكا يبرد نحكه بيدي، كمل هكذا. هنا نبدا ندخل في هذيك الزبدة مليح، بعد نغطيه. وشو كيفاه جا ما شاء الله، يعني ما جاش ملصق في بعضاه، جا كل حبة وحدها. نغطيه ونخليه حتى وقت الاستخدام. يعني ما عندي ما نهضر عليه، يعني البنات اللي مقبلين على الزواج يخافوا من الكسكسي هذه يعني اسهل طريقة ديريه بها. هنا الكسكسي تاعي بعد ما حطيته في الصحن وسقيته بهذيك الصلصة الله الله، وهذيك الخضرة وهذاك الفلفل حمرته بعد ما طاب لي يعني الدجاج هذاك وطابت الصلصة. ديت هذاك القرن فلفل حار وهذاك الدجاج حمرتهم في المقلاة، يعني مع تحمروه يعني يعطيكم مذاق روعة. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، يعني الكسكسي الجزائري يعني من اروع ما يكون. وصفة مميزة، طبق مميز تقليدي جزائري اصيل. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تشتركوا في قناتي، تعملوا لي لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.